بيبدأ الفيلم بأب بيكون نايم وفي اتنين حرامية نازلين يسرقوا كيكة عشان ياكلوها، بس مرة واحدة بيصحى وبيقول لهم قفشتكم، وبنعرف ان ده مايكل ودول عياله بين وثمانثة، وبيطلبوا منه يشغل لهم التلفزيون، بس بيلاقي فيه رموزات كتير وما بيبقاش عارف انا واحد بتاع التلفزيون، وبيمسكهم واحد واحد، الاول بتاع المروحة والتاني بتاع لعبة العربيات والتالت مراته بتقوله ده بتاع الجراج، وفي الاخر بنته بتزهق وبتشغله هي، وبين ابنه بيقول له يابا الناس اللي جنبنا عندهم ريموت واحد لكل حاجة في البيت، وبيرد مايكل عليه بيقول له اسكت يلا، وبيطلع يشوف شغله ومراته بتفكره بميعاد مسابقة السباحة بتاع بين، وبيطير على شغله. وصحيح يا جماعة الفيلم احداثه بتدور في عام 2006، ومايكل بيوصل الشركة وجون المدير بيقول له اتأخرت ليه، وبيقول له والله في واحد ابن كلب حاطط عربيته اللامبورجيني الزرقاء في نص الطريق، وابو نواف اللي هيشتري بيقول له انا ابن الكلب اللي بركب عربية اللامبورجيني الزرقاء، وساعتها مايكل بيقول الشلال ده هيبقى هناك والبحر هيبقى هنا، وبنروح لمسابقة حمام السباحة ومايكل بيوصل متأخر وبيروح يشجع طفل تاني، والولد بيقول له انت مش ابويا، ومايكل بيقول له اسكت يالا اخلع النضاره دي ويلا اطلع، وبيبص جنبه بيلاقي عيله الطفل كلها بص له بص الشرف، وبيروح لابنه بينه بيساله انت ما جيتش بدري ليه، وبيقول له والله انا اصلا من ساعه لما سبحت بايدك ورجلك، بس بين ما بيصدقهوش، ومدرب السباحه بيل بيحضر وبيبارك له وبيحضنه، وبالليل بيكون مايكل بيصلح التلفزيون عشان يتفرج على فيلم وثائقي، ورونا بتساله هتحضر ايه في الرحله اللي هم هيطلعوها، بس مايكل بيقول لها صحيح نسيت اقول لك احنا هنلغي الرحله دي علشان مدير جون مكلفني بمشروع والمفروض اخلصه بعد بكره، بس رونا بتزن عليه بتقول له يعني عيالك عمالين يتكلموا عن الرحله دي من امبارح وتيجي تلغيها، وبيقول لها يعني اعمل لك ايه، وبيجي يشغل التلفزيون بيقوم يشغل طياره التحكم وبتخبطه، وبيقول دي عيشه طه، وبيطلع يروح هو على نفسيته شويه، وبيروح الماركت يجيب ريموت للتلفزيون، وبيزهق من التدوير وبيلمح سرير وبيريح عليه شويه، وبيبص جنبه بيشوف باب مكتوب عليه علم اخر، وبيخش وبيلاقي واحد هناك اسمه مورتي، وبيساله لو عنده ريموت شامل لكل الاجهزه، وبيقول له ايوه وكمان احدث واجمل جهاز لسه ما نزلش السوق، ومايكل بيفرح وبيدخله في مكان كده، وبيفتح صندوق كبير وبيقول اهو ده الجهاز التحكم، ومايكل بيساله على سعره بيقول له ببلاش بس بشرط ما فيهوش رجوع، ومايكل بيقول له انت هبل ارجع حاجه ببلاش، وبيروح البيت يجرب الريموت على التلفزيون وبيشتغل، ومراته دونا بتيجي وبتقول له انا عرفت العيال ان مفيش رحله، بس انا عندي سؤال كده لما تترقى في شغلك هيبقى عندك وقت لينا، ومايكل بيوقف التلفزيون عشان ياخد راحته في الكلام، وبنلاحظ ان دونا اتحنطت وبيقول لها طبعا يا مراتي هفسحكم، وبيخلص وبيشغل التلفزيون ودونا بتقول له ده انت بارد ما ترد على السؤال، وبعد شويه بيكون بيشتغل والكلب بيشغل صوته وبيبدا ينبح، ومايكل بيتعصب وبيوطي صوت من الريموت وبيلاقي الكلب عمل ميوت، وبيستغرب وبيعلي بيلاقي يعلي يوطي بيوطي، وبيقول شكل كده عاوز اشرب قهوه، وبيطلع الكلب بره عشان يعمل حمام، وبيقعد يدور على حته دافيه عشان يعمل فيها، ومايكل بيزهق وبيجري الوقت بيلاقي الكلب عمل السرعه في اتنين، ولقى المكان وعملها ودخل يلعب ومايكل ما بيكونش مصدق وبيطلع يجري على السرير، وتاني يوم بيروح للدكتور مورتي وبيقول له ازاي ده، وبيبقى مصدوم من اللي حصل له، وبيقول له انت اللي طلبت ريموت يتحكم في كل حاجه، وصحيح خش كده على القايمه، ومايكل بيضغط على زرار المنيو وبيدخله جوه الاعدادات، وبيلاقي شريط حياته قدامه، وبيخش في يوم معين بيلاقي كل حاجه متسجله، وبيقعد يلعب في الاعدادات وبيروح لاول يوم اتولد فيه، وبعدين لسنه 1976 لما كان بيلعب لعبه اللطوطه دي واصحابه مرضوش يتغدوا معاه، وبيرجع تاني ومورتي بيقول له خلي بالك وانت بتستخدم الريموت ده لانه خطير وده رقمي لو احتجتني، وبيروح البيت وبيلاقي جارهم بيتريق على بن عشان مش عارف يمسك الكوره، فبيقوم موقف الوقت ومنزل ايده ومشغله وبتيجي الكوره في راسه وبيجري يعيط لامه، ومايكل بيخش البيت ودونا بتستقبله وبتعرفه ان عيال اختها جايين دلوقتي، وفعلا بيشرفوا وبيقعدوا يرخموا على مايكل وما بيكونش مستحملهم، وبيدوس على زرار التقديم في الريموت وبيلاقي الليل جه، وبيكون مندهش انه كمان عليه يتخطى اي وقت هو عاوزه، وبيقدم لوقت بعد ما هم مشيوا، وتاني يوم بيستحمى وبياكل وبيطلع لشغله، وبيلاقي الموقف كله زحمه بس على مين بيستخدم الريموت وبيطلع منه في ثانيه، وبيوصل الشغل وبيخش الشركه وبيوري مديره الشغل اللي اشتغله بمجهوده، وبيكون جون مندهش بعمله وبيقعد يديهم محاضره عن شرب الماء، ومايكل بيبقى عمال يلعب في شكله بالريموت ويضحك يلعب ويضحك، وبالليل بيوصل البيت وبيكون في قمه فرحه وبيجيب لعياله هديه ودون شنطه وبتكون خربانه معاه على الاخر، والصبح بيوصل شغله وجون بيصدمه وبيقول له انت هتبقى شريكي في الشركه، بس مايكل بيكون وعد مراته انهم هيطلعوا رحله وبكده مش هيطلعوا، وبيقوم وقف الوقت وسكعه قلمين وبيشغله وبيقول ايه ده انا حاسس بصداع رهيب، وبيوقف تاني وبيناوله اجود وافخم انواع عطر اللافندر وبيشغل وبيقول ايه ده انا حاسس بطعم ريحه بنات، ومايكل بيروح لمورتي وبيقترح عليه انه يقدم شهرين عشان الشراكه والرحله، بس بيقول له ده حياتك ماليش دعوه بيها، وبيطلع من عنده وبيكون شغال على تصميم، ولاده بيقولوا له عندنا ليك شويه تصاميم تعملها، ومايكل بيكون مش طايقهم وبيشوف الرسمه بتاعتهم وبيقول لهم ايه الخرا اللي انتوا
عاملينه ده، وبيزعلوا وبيمشوا. ودونا بتستغرب وبتقول له دول عيال صغيره مش فاهمين حاجه، وبيزهق وبيطلع يروق على دماغه حبه، وبيخش تاني وبيقوم مقدم الوقت ليوم اعلان شراكته مع جون. بس بيتصدم لما بيعرف انه تم شراكته بعد سنه مش شهرين زي ما جون قال له، وبيلاقي في حاجات كتير حصلت زي مشاكله مع مراته واولاده اللي كبروا والكلب بتاعه اللي مات، وبيقعد يعيط وبيقرر يرن على مورتي وبيلاقيه في وشه وبيحكي له على القصه، بس بيقول له كمل ده احسن ليه. ومايكل ما بيوافقش وبيقول له خد الجهاز مش عاوزه، بس بيلاقيه رجع له تاني، يرميه في الزباله بيرجع له تاني، يكسره ويطلع له تاني. ومورتي بيقول له قلت لك الحاجات دي ما بترجعش تاني، وبيطلع يمشي. وتاني يوم بيصحى وبيبقى اتهبل وخايف الوقت يعدي بسرعه، وبيروح لمدير الشركه وبيكلموا على موضوع الشريك ده، وجون بيقول له لو انت ركزت معايا هتكون انت المدير. وفجاه الجهاز بيشتغل ومايكل بيلاقي نفسه في سنه 2017، وجون بيظهر قدامه على الشاشه وبيقول له افرح يا عم بقيت مدير شؤون الدوله. وبيجي يقوم بيلاقي نفسه على كوبري رمسيس، وبيكون مش مصدق العضلات اللي طلعت له، والجهاز بيبقى لازق في جنبه. وبيركب عربيته وبيروح لبيت مراته، وبيلاقي بنت كبر وورث الهرمونات منه، وبنته سامانسا كبرت وماشيه على البطال، ودونا اتجوز مدرب السباحه بيل، وما بيكونش مصدق وبيوقف الوقت، ومورتي بيحضر وبيقول له انت اللي عملت في نفسك كده. ومايكل ما بيكونش طايقه هو كمان، وبيكتب رساله لدونا وبيدي بيل خبطتين يقوي مستقبله، وبيشغل وشكله كده بيموت ورا، ودونا بتضربه والكلب الجديد بيزقه وبيخبط راسه، والريموت بيشتغل لوقت ما هو يخاف. وبنروح لسنه 2023 وبيلاقي قدامه دونا وبتعرفه انه كان مصاب بالسرطان، وعلاج الكيماوي هو اللي ضخمه علشان هو عنده حاله نادره. وبيبص جنبه بيلاقي الجهاز بيقول له ابو الصحاب، وبيعرف ان مراته دونا لسه متجوزه بيل، وبيتشنج وبيطلع يقابل في وشه بين ابنه، وبيعرف انه عاد مهندس معماري شبهه، وبيلاقيه متصور مع بنته بيقول له مين الوسخه السافله دي مراتك؟ وبيقول له دي بنتك سامانسا يابا. وبيبقى وشه في الارض وبيصطدم اكتر لما بيعرف ان ابوه مات، وبيقعد يعيط وبيروح له المقابر وبيكون زعلان عشانه. ومورتي بيظهر وبيعرفه انه ما حضرش جنازه ابوه، وبيرجع لاخر مره شافه فيها، وبيعرف انه كان راجل كلح وبارد وغتت وابن جزمه وكمان عقل ابوه. وبيرجع تاني وبيلاقي مورتي بيقول له معلش والله يا ابوك ما كنتش عاوز اخده. ومايكل بيساله وتاخده ازاي يعني، وبيتصدم لما بيعرف ان الدم ملك الموت، وبيجري يضربه بيلاقيه نزل تحت الارض. وبيظهر تاني وبيقدم الوقت وبيروح لفرح ابنه بان، وبيطلع يقول كلمتين وبيلاقي امه قاعده، وبيروح يعتذر لها على كل حاجه عملها. وبيلاقي بيل بترقص مع سامانسا وبتقول له تعالى يلا ناكل كحك يا بابا. ومايكل بيتصدم وبيغمى عليه، وبيصحى يلاقي نفسه في المستشفى، وبين وسامانسا بيجوا يطمنوا عليه، وبيعرف انها قالت كده عشان ده جوز مامتها مش اكتر. وبين بيكون لغى شعره عسله علشان مايكل تعبان، بس بيتعصب وبيكون عاوز يمنعه، والدكتور بيجي يمشيه، ومره واحده بيقوم يقف والدكتور بيقول له ده غلط عليك، بس مايكل بيغزه بالمخدر وبيصر انه يطلع. وبيقابل مورته وبيقول له اقعد عشان ما اقبضش روحك دلوقتي، بس في النهايه بيطلع علشان يقول للبن ما يغش شهر العسل عشانه، وبيقع في نص الطريق. وبين بيشوفه وبيروح لعنده وكل العيله بتطلع تروح له، وبيودعهم وبيسلم على دونا. ومورتي بيقول له يلا ولا ايه، ومايكل بيموت. وايه يكون هنا نهايه لا بهزر. بيصحى يلاقي نفسه على السرير اللي رايق عليه قبل كده، وبيكون مش مصدق انه كان بيحلم، وبيطلع يجري على بيت ابوه وامه وبيقعد يبوس في ابوه ويقول له انا بحبك، وابوه بيقول له هتموتني يا ابن الجزمه. وبيطلع على بيت مراته وعياله وبيقول لهم يعني انا قاعد اشتغل على الرحله وانتوا تناموا لي فوق. وبتكون دونا مش مصدقه وعياله بيفرحوا وكلبه بيرجع، وبيروح يرن تاني علشان يطمن على ابوه، وبيلاقي الرمود ملفوف لفه هدايا ومحطوطه على الترابيزه، وجنبه رساله مكتوب فيها اظن عرفت هتعمل ايه دلوقتي، هذه الرساله من اخوك وحبيبك مورتي. وبيمسك الريموت وبيرميه في الزباله. وبس كده، لايكك واشتراكك، وقول لي بقى لو معاك الريموت ده هتعمل ايه بيه في حياتك. وسلام.